مساء الفل على حضراتكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نشتغل شكل حصان اليونيكورن ده ونعمله 2D. هو كان الطلب على تورته يتعمل 2D. هنعمله ازاي؟ اول حاجه طبعا بنطبع الصوره اللي احنا عايزينها على ورق عادي او جلوسي او اي ورق اللي متاح يعني. تمام. وبعدين بنفرد عجينه سكر لونها ابيض. تمام. وبنعمل ايه؟ بموس، بقطر، طبعا قطر خاص بالحلويات وخاص بالشغل، قطر، سكينه نبدا نمشي على الشكل من بره على اساس ندي ايه زي تحفيفه كده، نحفف الشكل على حسب زي ما معمول كده. تمام. هخلصه وارجع لحضراتكم. بعد ما خلصناه تحفيف تمام حففناه، هنبدأ نحوش الزيادات، نشيل الزيادات وهيبقى معانا الشكل بالمنظر ده. تمام. بلاش نحوشها. نعمل ايه بقى؟ نبدأ بأي حاجة عندنا نعلم على التفاصيل بتاعة اليونيكورن. نعمل اي تفاصيل كده، يعني مثلا هنا الانف نعلم مكانها. تمام. الالوانات دي نعمل برضو مكانها كده على اساس ايه احنا هنكملها بشغل تاني. العين هنا في المكان ده برضو. تمام. الجرن ده بتاع اليونيكورن، الودان، يعني ندي بس ايه ملامح وتفاصيل خفيفة ان المكان ده فيه ايه، في التفاصيل دي. تمام. على اساس لما نحوش الورقة يطبع معانا هنا مثلا، هنا الانف اهو، الانف هنا اهي، دي الانف كده. تمام. وادي البق ماشي. وهنا بقى ايه الالوان بتاعته، وهنا ده الجرن اهو كده. يعني وضحت على الاقل ايه بدايات التفاصيل بتاعته على اساس لما نكمل الشغل نعرف احنا شغالين ازاي. هنكمل باقي التفاصيل. احنا هنا هنعمل مكان الودان، هنلزق واحدة هنا كده والتانية يعني هنحاول على قد ما نقدر ندي ايه الافكت بتاعها. هنا في الجرن هنحاول برضو نلزق ونعمل ايه برضو الافكت بتاع الجرن. تمام. العين هنا عملناها. طيب ايه بقى الحاجات دي؟ الالوان اللي احنا عملناها دي اللي هي مثلا ايه هنحاول نلزقها هنا كده. لما نلزقها على بعضيها هتدينا نفس الافكت بتاع الشعر، الالوان بتاع الايه بتاع اليونيكورن. دي بنعملها كده اي اللون اللي احنا عايزينه، يعني نروح لازقينه كده عادي خالص، مفيش اي مشكله، ومش بترتيب معين. انا هكمل باقي الالوان وارجع لحضراتكم تاني. فضلنا طبعا نعمل اللي هو الالوان دي، وبعد ما نعمل الواحده نروح عاملين لها لولو كده صغنونه، وبعدين ايه نعلقها بشكل عشوائي. يعني مش شرط يعني ده شعر المفروض ان هو بيبقى مش مترتب. يعني اليونيكورن، شعر اليونيكورن مش بيكون مترتب يعني. بس كده. ودي النتيجة النهائية بعد ما خلصنا شكل اليونيكورن ال2D. باي باي.